معلومات مفصلة عن PNL Free Fire. من هو PNL؟ اسمه الحقيقي أوسيمال إيلومي، وهو من تونس. هو من أبرز صناع المحتوى في لعبة Free Fire، ويحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. حسابه داخل اللعبة Free Fire IGN هو OPBNLشي، ومعرفه ID هو 29,792,835. ينتمي إلى جيلد كلاس فريق يسمى Overpower. إحصائياته في فري فاير إحصائياته طوال الحياة لايف تايم، من عدد كبير من المباريات في نمط سكواد فرق. لعب عددا كبيرا من المباريات وله نسبة قتل جيدة جدا. مثلا بحسب إحصائيات قديمة لديه 59,644 قتلا، ونسبة KD تقريبا 4.35 في نمط السكواد. في نمط ديو لعب عددا من المباريات وفاز ببعض بويز انتصارات. في نمط رانكت لديه أداء قوي جدا حسب بعض المصادر، كيهدي عالية جدا في بعض الدوريات. في نمط كلاش سكواد أيضا مثلا لديه نسبة فوز تقريبا 73.91% في بعض الإحصائيات المذكورة. نشاطه على اليوتيوب وشبكات التواصل بطولة BNL كوب. BNL مؤسس ومنظم لهذه البطولة التي تجمع منشئي محتوى ولاعبي فري فاير من العالم العربي. في النسخة الثانية من البطولة هناك جدل بشأن غش من بعض المشاركين حسب تقارير، مثل استخدام زيترس هاك من بعض اللاعبين. هذه البطولة تعد وسيلة لدمج الترفيه والتنافس، بحيث لا تكون مجرد مباريات بل فعالية صناع محتوى بلاس لاعبين. شخصيته وأسلوبه الترفيهي. BNL لا يكتفي بلعب فري فاير فقط، بل يصنع محتوى ترفيهي، فيديوهات تحديات، مقاطع مقابلات داخل اللعبة، محتوى فكاهي وما إلى ذلك. فيديوهات مثل فري فاير رمضان تظهر كيف يمكنه دمج حياته اليومية أو الثقافة مع محتوى اللعبة. الجوانب المثيرة للجدل كما ذكرت، هناك اتهامات غش في بعض البطولات التي ينظمها، وهذا قد يكون نقطة مهمة إنك تطرق لها في الفيديو. كيف يتعامل مع الانتقادات؟ هل لديه نظام رقابة في بطولاته؟ هذا الجانب يمكن أن يضفي عمقا على الفيديو، ليس فقط نجاح وشعبية بل أيضا تحديات تنظيمية ومسؤولية الإنشاء.